كل سنة وانتم طيبين. اسمها كل عام وانتم بخير. ايه ده؟ ايه الكلام الغريب ده؟ هو في فرق بين السنة والعام؟ طبعا، والفرق كبير كمان. اي نعم، الاتنين نفس الفترة الزمنية اللي هو 12 شهر، لكن العام بيطلق على الرخاء والراحة والخير، والسنة بيطلق على الشدة والكرب والضيق. طب ايه الدليل على كده؟ هقول لكم. في القرآن في آية: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فمدة دعوة سيدنا نوح كانت مليانة مشقة وشدة لعناد قوم، وما استريحش إلا بعد الطوفان، وكانت 50 عام. وإيه تاني؟ لما سيدنا يوسف فسر حلم الملك قال: تزرعون 7 سنين دأبا، ودأبا يعني كعادتكم في الزراعة. والآخر الآية: وبعدين ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يعني بعد سنين الكرب والشدة دي هيجي عام هيغيثهم ربنا فيه وينجيهم وينزل المطر. والسنة بتستخدم عامة كوحدة قياس للتعبير عن عمر الإنسان والتاريخ والفترات الزمنية، ولكن عام بنستخدمها للإشارة إلى السنوات الاستثنائية في المواضع المتعلقة بالتخصيص والترتيب. ايه الكلام المعقد ده؟ يعني العام اخص من السنة، يعني كل عام سنة لكن مش كل سنة عام. هنرجع تاني للتعقيد. اهل العلم بيقولوا ان العام ما يكونش الا شتاء او صيف، اما السنة فهو من يوم ما تعد لحد اليوم اللي بعده في السنة اللي بعدها. يعني غلط ان احنا نقول كل سنة وانتم طيبين؟ لا، مش غلط، لانه مش قصدك ان انت تبشر على اللي قدامك بالشر، بس يستحسن تقول كل عام وانتم بخير. وفي الاخر العادة اللي بتغلب وبنقول كل سنة وانتم طيبين. وانا هقول لكم كل عام وانتم طيبين وبخير ورضا وسعادة. كان معكم بسمة مجدي، اشوفكم على خير.